عمرك سألت نفسك ليه دماغنا بيكون عاداتنا وإزاي العادات دي من الأساس بتتكون؟ خليني أقول لك في البداية، العادات هي أسلوب بنكرره في يومنا لدرجة إننا بنقوم بيه بشكل تلقائي وأوتوماتيكي، وأحيانا من غير ما ناخد بالنا إن إحنا بنقوم بيه أصلا. والعادة بتتكون عن طريق التجربة والخطأ، لأنك لما بتواجه موقف أو مشكلة معينة في يومك لأول مرة دايما دماغك بيكون عليه إنه ياخد قرار كرد فعل على الموقف أو المشكلة دي. والاكيد ان القرار اللي انت بتاخده كرد فعل على الموقف او المشكله اللي انت بتتعرض لها في البدايه ما بتكونش متاكد من مدى صحته، وهتلاقي نفسك بتجرب اكتر من حاجه وبتاخد اكتر من قرار لحد ما ينجح معاك قرار او فعل فجاه في حل الموقف اللي تعرضت له. وبعد ما توصل لحل المشكله اللي قدامك في المره اللي جايه هتغير استراتيجيتك لو تعرضت لنفس الموقف او المشكله او حتى موقف او مشكله مشابه ليهم، وهتحلها بالقرار او الفعل اللي انت خدته وحل معاك المشكله اللي سبق وتعرضت لها. والخلاصة عشان تكون عادة انت بتمر بمرحلة تجربة وفشل وتعلم، ومن بعدها تجربة بصورة مختلفة في المرة اللي جاية، ومع التدريب والتعود بتقل قراراتك اللي ما بتكونش مفيدة وبتروح لحل المشكلة بشكل مباشر اللي سبق وتعرضت لها، وهيتخطى دماغك مرحلة التجربة والفشل والتعلم، وهتتكون عندك قاعدة مفادة انه لو حصل الموقف الفلاني هيكون رد فعلي كذا. ومن أهم الحاجات اللي بتخلي دماغنا يكون العادات هو إن العقل الواعي عندنا بيقدر يركز على موضوع واحد أو موقف واحد مهم، وعشان كده ميزة تكوين العادات هي إن العقل الواعي بعد العادة ما تتكون بيسيبها للعقل اللاواعي عشان يقوم بيها بشكل تلقائي وأوتوماتيكي، ويركز هو على موقف جديد أو مشكلة جديدة أنت هتتعرض لها، ويبدأ يجمع لها الحل المناسب عشان في النهاية تتكون عندك العادة الجديدة للموقف أو المشكلة الجديدة اللي أنت بتتعرض لها. وإذا كانت العادة بتتكون عن طريق التجربة والخطأ، ودماغنا بيكون العادات ويسلمها للعقل اللاواعي عشان يقوم بها بشكل تلقائي وأوتوماتيكي عشان يركز هو على المشاكل أو القرارات المهمة. السؤال المهم هنا إزاي بتتكون العادات؟ أي عادة في حياتنا بتتكون من 4 خطوات، واللي هم الإشارة والطوق والاستجابة والمكافأة. والإشارة دي يا سيدي بتكون عبارة عن المعلومة اللي بتنبه دماغك عشان يبدأ سلوك معين، وهي أول مؤشر للهدف النهائي واللي هو المكافأة. والإشارة دي بتقودنا لحاجة اسمها الطوق، واللي بيعتبر تاني مرحلة من مراحل تكوين العادات، وهو عبارة عن القوة اللي بتحفزك عشان تبدأ في تكوين عادة، لأنه من غير قدر معين من التحفيز مش هيكون عندك رغبة في التغيير. وثالث مرحلة من مراحل تكوين العادة هي الاستجابة، ودي بتكون عبارة عن ردة فعلك أو قرارك اللي بتاخده بعد ما تشوف الإشارة اللي بتزود طوقك وحماسك وبتحفزك للحصول على المكافأة والوصول لأنك تكون العادة. وبمجرد ما تصدر منك الاستجابة مع اتباعك الخطوات اللي هتوصلك للهدف النهائي وتحليك بالصبر والعزيمة والإصرار، هتتكون عندك العادة الجديدة.